فيلم زهور مقتبس من قصة حقيقية للقناص العراقي جوبا. يبدأ الفيلم في صحراء العراق في 2007 مع الجندي ماتيوس وصاحبه إيز، وهم قناصين جايين عشان يقتلوا قناص عراقي اللي قتل جنود أمريكان كانوا بيستخرجوا النفط والغاز، وبان إنهم بقالهم فترة مسحولين في الشمس وهما منتظرين أي حركة من القناص العراقي، بس مفيش فايدة. ماتيوس بيقول له احنا بقالنا 20 ساعة مستنيين ومفيش فايدة. هروح أنزل ناحية الجنود الميتين، يمكن ألاقي حاجة نعرف نتصل بالدعم ويجي ياخدوه. ونزل ماتيوس وإيزي بيراقبه بالمنظار، وبعد ما شوف ماتيوس الجنود مضروبين كل واحد طلقة في دماغه يقول لإيز ده حقيقي قناص محترف. إيز قال له يلا ارجع لحسن ينامك فوقهم، وفي الوقت ده يجي تراب على المنظار بتاع إيز ميقدرش يشوف منه حاجة، وماتيو بيتضرب طلقة في رجله ويصرخ ومعرفش منين جت الضربة، ويسمعوا إيز وينزل جري عليه ويجري يمين وشمال عشان ما يضربوش القناص. والقناص العراقي مضيعش ولا طلقة وضرب 3 طلقات، واحدة في رجله والتانية في جهاز الإرسال والتالتة في إزازة المية. ويقع ماسيوس بس يشوف حيطة ويجري يختبي وراه ويشوف ركبته الأيام مفشخة، وينادي على ماسيوس بس ماسيوس ميقدرش يمشي، ويقول له شد رجلك عشان توقف النزيف، بس ماسيوس حتى ميقدرش يشد رجله. يعني برحمك كنت أقدر أعمل ده كله بس من غير ما تقولي. المهم ربط رجله عشان يوقف النزيف، بتكلم مع الدهب بس مفيش إشارة، فيشوف جهاز الإرسال خد ضربة من القناص، وماسيوس يقرر يقتل القناص العراقي. يعني انت رجلك أصلا مش قادر تشدها، ويزي يقولك ما تحاولش تتحرك ثاني يقتلك وانت في مكانك. ماسيوس قاله انت بس حدد اتجاهه وسيب لنا الحوار ده. فإيزي عمل فتحة في الحيطة عشان يحط فيها منظار ويحدد اتجاه القناص، راح واقع الطوب على ايده وقعد يعيط. بعدها ماسيوس يفقد الوعي، وإيز بيحاول يطلع الطلقة من رجله بالسكينة ويطلعها بعد معاناة من الوجع، ويلف رجله عشان يوقف النزيف. وإيز يفقد الوعي لفترة قصيرة بس يصحى على صوت بينادي من سماعة، فيقول إيزي القناص العراقي ضربنا ونشن علينا محتاجين مساعدة. الشخص اللي كان بيتكلم معاه قال له اديني معلوماتك، راح إيز مديله اسمه ورتبته والمكان اللي فيه، والشخص اللي بيكلمه بيقول له عايزك ترمي المسدس اللي معاك عشان أعرف مكانك. فاستغرب إيز بالطلب إنه يطلع مسدسه ويرميه، بس ركز في اللهجة بتاعت الشخص ده يقول له أنت مش أمريكي، ويعرف إنه ده القناص العراقي. فيضحك العراقي ويقول له ها عرفتني، إيه أخبار الحيطة عجبك إن شاء الله. فإيزي بيقول له أنا جندي بسيط ومش هتعرف تحصل مني معلومات تفيدك. فضحك القناص وقال له مين قالك إن أنا عايز معلومات، أنا مواطن عراقي بسيط حالي حال. إيز قال له طب ليه قتلت الجنود الأمريكان اللي كانوا هنا؟ وهم مش عايزين أي حاجة، هم بس عايزين يبنوا الاقتصاد اللي في بلدك. القناص قال له انتوا مش بتبنوا أي حاجة، انتوا جايين بس تحتلوا العراق وتنهبوا خيراتها. إيز قال له الحرب انتهت. قال له طب لو انتهت انتوا ليه لسه موجودين في أراضينا؟ في الوقت ده إيز يشوف جهاز إرسال مع جندي مقتول ويحاول يلهي القناص عشان يعرف يجيبه، بس القناص العراقي مراقب المكان كله، ولأن الجو حر إيز عطش وطلع الأزاز اللي معاها عشان يشرب وشافها مضروبة وفاضية. فالقناص يضحك وقال له أنا ضربت رجلك وجهاز الإرسال وإزازة المية عشان تتعذب وتعطش وتموت من النزيف. ويز يرجع يزحف للمنظار ويبدأ يدور على مكان القناص، فيشوف مكان فيه زبالة ويتوقع إن القناص قاعد فيه، وبعدها بيغطي وشه من الشمس. فالقناص يهدده ويحكيله هيعمل فيه ايه بعد ما يموته. فيقوم إيز ويخلي سترة على سلاحه وفيها الخوذة عشان القناص يضربها ويشوف مكان. ده شغل الزمن بتاع هتلر ده، بس الخوذة تقع ورا الحيطة والقناص يقعد يضحك عليه، ويعيز ييأس ويحط مسدس في راسه عشان ينتحر، بس في آخر لحظة يتراجع. وبعد ساعات تيجي عاصفة ترابية ويز بيروح يحاول يجيب جهاز إرسال الجندي المقتول. القناص يشوفه بس سايبه عشان يتونس بيه، وأول ما يرجع يضرب القناص الحيطة يوقع جزء منه، ويز يقع ويطلع مية وشوكولاتة من الشنطة جابها ويقعد يشرب وياكل. أول ما يجي يتصل بجهاز الإرسال طلع القناص ضربه ومبوظه. بعدها يسمع صوت ماتيوس وطلع إنه عايش. ماتيوس يعكس الشمس بمراية صغيرة على صديقه عشان يعرف إنه عايش، ويز يحكي معاه بيقوله القناص قاعد عند الزبالة، وماتيوس يزحف بالراحة عشان ياخد سلاحه. ويز يتكلم مع القناص العراقي عشان يلهيه، بس القناص عارف وشايف كل حاجة. ويز بيحاول يرمي سلاحه عشان يشتت القناص، ماتيوس ينشن على القناص وينشن في الزبالة بس مفيش فايدة، والقناص يضربه طلقة في ايده ويقول له اقعد على جنب، ويزحف عشان يروح يقتله مع ايز، والقناص يضربه طلقة في راسه ويقتله ويقول له مش قلت لك اقعد يا حبيبي. ويزحف ايز على جهازه ويطلع القطعة المكسورة وياخد القطعة اللي في جهاز الجندي الميت ويصلح جهازه بيها، ويسمع صوت الدعم من القوات الأمريكية ويفرح. بيحاول ينادي عليهم بس القناص العراقي يخترق الاتصال ويحكي معاهم ويقول لهم مفيش أي عدو في المنطقة، تعالوا خدونا أنا وماسيو فريق الدعم.
وفريق الدعم يقول له ساعة ونص ونوصل لكم. ويزي اتعصب واغمى عليه. بعدها قام بسبب إن تير قاعد ياكل في جرح رجله، فيقوم يجيب خشبة ويربطها بحبل ويحاول يسحب قناص ماسيوس عشان يواجه القناص العراقي، وقدر يسحبه وياخده. وفي الوقت ده يوصل فريق الدعم، ويزي يقع على الحيطة عشان تبقى ترابه وما يشوفوش القناص العراقي، وقعد يضرب على الزبالة وفي باله إنه قتل القناص، ووقف عشان يتأكد ولقى نفسه متضرب، وقال أنا هو قتلته، ويطلع مع فريق الدعم بالطيارة. وفي الوقت ده طلع العراقي ضحك عليهم، ضرب عليهم وقتل 2 منهم مع قائد الطيارة، ووقع الطيارة في الصحراء وقتلهم كلهم. ولهنا الفيلم خلص، وإن شاء الله يكون عجبكم. لو مشتركين في القناة اشتركوا وحطوا لنا لايك والنبي، واكتبوا لو عايزين ألخص لكم أي فيلم انتوا عايزين. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.